السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنبدأ اول سيشن في كورس الجرامر، وهنبدأ بزمن جميل قوي اسمه the present continuous. the present continuous اللي هو زمن المضارع المستمر. زمن المضارع المستمر بيعبر عن ان في شيء بيحدث الان. انا بتكلم عن حاجة بتحصل دلوقتي، او انا بسأل عن حاجة هل هي بتحصل الان ولا لأ. فلو بصينا الاول picture هلاقي البنت بتاكل، بتقول I'm eating كأنها بتقول I'm eating now، انا باكل دلوقتي. لو حبينا نتكلم عنها هنقول she is eating، او she's eating، او she is eating now. طب هي مش ماسكة كتاب ومش بتقرا، يبقى اقول له she isn't reading، او she isn't reading now. لو بصينا على البيكتشر نمبر 2 الاقي الدنيا raining، الدنيا بتمطر، اقول له it's raining او it's raining now، كأنه قال لي now. طب هل الشمس مشرقة؟ لا طبعا، يبقى the sun isn't shining، الشمس مش مشرقة. هنا التلات متسابقين دول بيجروا فبيقولوا we are running او we're running. طب هل هم بيمشوا؟ لا. طب لما اتكلم عنهم اقول ايه؟ they are running او they aren't walking، يعني هم بيجروا ومش بيمشوا دلوقتي. جميل. طيب تعال بقى ناخد التكوين بتاع زمن ال present continuous. بيكون من ايه؟ قال لي بيكون من am و is و are والverb في ing، بس طبعا I هتاخد مين؟ am، والنفي بتاعها am not، يبقى I am او I am not والverb في ing. طب he و she و it هياخدوا is والنفي بتاعهم isn't والverb في ing. طب we و you و they هياخدوا are والنفي بتاعهم aren't وال ing. هناخد امثله كل ده طبعا في زمن ال present continuous. بيقول لي I am working، انا بشتغل دلوقتي. I'm not watching TV، انا مش بتفرج على التلفزيون دلوقتي. ماريا اللي هي she هتاخد مين؟ is reading a newspaper، بتقرأ جريدة. she isn't eating، مش بتاكل دلوقتي، تمام، او she's not eating. the phone is raining او it is raining، المطر، التليفون بيرن دلوقتي. we're having dinner او we are having dinner، احنا بنتناول العشاء الان. you are not listening to me، انت مش بتستمع لي. you aren't listening، انت مش بتسمع لي. the children اللي هم they are doing their homework، بيعملوا الهومورك بتاعهم الان. طيب بعد ما اخدنا التكوين بتاع ال present continuous اللي هو بيتكون من am و is و are والverb في ing، تعال نعمل exercise جميل باستخدام مين؟ بيقول لي what are these people doing، الناس دي بتعمل ايه؟ use these verbs to complete the sentences، استخدم الافعال ده عشان تكون الجمل. ايه الافعال اللي استخدمها؟ قال لي eat ياكل، يبقى مع الصوره دي. have يتناول، ياكل ويشرب اهي. lie يستلقي اهو. play يلعب. sit يجلس، و wait ينتظر. لو رحنا نمبر 1 هو حللها لي she is eating an apple او she's eating an apple، هي بتاكل تفاحة الان. طب الراجل هنا واقف عند الباص ستوب، محطة الاتوبيس ومنتظر الاتوبيس، يبقى اقول له he is waiting for a bus، يعني هو منتظر الاتوبيس، تمام. طب هنا الولاد بيلعبوا، يبقى they are playing football، يبقى they و are والverb في ing، بيلعبوا فوتبول الان. طب هنا الراجل lay، طب lay في اخرها مين؟ ie، lay اخرها ie، يبقى اشيل الواي واحط ing، يبقى he is laying on the floor. لو لاحظت هتلاقي شلنا ال ie وحطينا مكانها واي بعد كده ing.
طب هنا في نمبر 5 بيعملوا ايه؟ قال لي بيتناولوا الايه؟ الفطار. يبقى they are having breakfast. they are having breakfast. طب هنا البنت قاعدة على الترابيزة، يبقى she is sitting on the table. بس عندي مشكلة في كلمة sit، آخرها t وقبلها vowel حرف متحرك واحد، فبكرر التي مرتين واحط i n g. طب ليه يا مستر مع كلمة wait ما حطيناش دبل تي وحطينا اي ان جي؟ لان التي قبلها تو فاولز اللي هما الاي والاي. يبقى هنا هقول له she is sitting on the table، يعني هي تجلس الان على التيبل. هنا بقى عايز يعمل exercise بس على الجملة المثبتة والجملة المنفية. بيقول لي look at the picture، بص على الصورة دي. write sentences، اكتب جمل about Jane، البنت اللي اسمها جين دي، using she is plus ing او she isn't plus ing. لو بصينا على نمبر 1 have dinner، هل هي بتاكل العشاء دلوقت؟ لا، يبقى جين isn't having dinner. طبعا have كان في اخرها اي، شلنا الاي وحطينا ing، يبقى هي لا تتناول العشاء الان. طيب watch television، بتتفرج على التلفزيون؟ لا مش بتتفرج على التلفزيون اهي، يبقى she's او she is watching television، هي بتتفرج على التلفزيون دلوقتي. طيب sit on the floor، هل هي جالسة على الأرض؟ yes، يقول له she is sitting on the floor، يعني هي جالسة على الأرض. read a book، هل هي بتقرأ كتاب؟ بص كده رمي الكتب عمالة بتضحك وبتتفرج على التلفزيون، أقول له she isn't reading a book. she isn't reading a book، المفروض في هنا she بعد كده isn't reading a book. she isn't reading a book، مش بتقرأ الكتاب الآن. play the piano، هل هي بتلعب البيانو دلوقت؟ طبعا لأ، يبقى أقول له she isn't playing the piano. طبعا في هنا برضو she، يبقى she isn't playing the piano، هي مش بتعزف على البيانو دلوقتي. طب يا ترى هنا بتعمل laughing، هل بتضحك؟ طبعا، يبقى اقول له she is laughing. she is laughing، هي بتضحك دلوقتي. wear a hat، هل هي لابسة طاقية؟ yes، يبقى اقول له she is wearing a hat. طيب هل هي بتعمل writing a letter؟ no طبعا، يبقى اقول له she isn't writing a letter او a letter، يعني هي مش بتكتب خطاب الان. يبقى في الجملة المثبتة قلنا is والاي ing، والجملة المنفية قلنا isn't والاي ing. طبعا ممكن اقول له am not او aren't على حسب الايه السبجكت، على حسب الفاعل بتاعي. طب هنا بقى عايز يعمل بعد ما عملنا الجملة المثبتة اللي هي البوزيتيف او الافرميتيف، وعملنا الجملة المنفية اللي هي النيجاتيف، هنعمل سؤال how to write questions في زمن ال present continuous. وعندي نوعين من الأسئلة، يا إما سؤال بيسموه yes or no questions، يعني أسئلة إجابتها yes or no، يا إما أسئلة بيسموها WH questions، يعني أسئلة بدايتها كلمة استفهام. هنا طبعا بيراجع لي قبل ما بيديني الكويستشن، لازم يراجع لي على اللي أنا أخدته في الليسن اللي قبله. فهنا عندي البوزيتيف يعني الجملة المثبتة I وهي وشي وإت ووي ويو وذي هياخدوا am وإز وآر والآي إن جي. I هتاخد am والفعل في آي إن جي، هي وشي وإت هياخدوا إز والفعل في آي إن جي، وي ويو وذي هياخدوا آر والفعل في آي إن جي. طب لو حبيت أعمل question هبدأ بام أو إز أو آر والفاعل وبعد كده الفعل في آي إن جي. هي بداية السؤال هل، ام بدايتها هل، وإز معناها هل، وآر معناها هل، وطبعا هجاوب بيس اور نو. ده لو السؤال بدايته ام او إز او آر. هنا البنت بتسأل الراجل مستخبي تحت التيبل، فبتقول له what are you doing. what are you doing بتعمل ايه دلوقتي؟ لأنه جاب لي ار وجاب السبجكت وحط لي الفيرب اي ان جي. تعال نعمل جمل بقى على زمن البريزنت كونتينوس بس في الكويستشن.
اتفقنا ان في عندي نوعين من الاسئله، يا اما سؤال بدايته اما و اذا و or فالاجابه بتاعته yes or no، يا اما سؤال ب question word زي كلمه where يبقى هنا هجاوب اجابه كامله. فهنا بيقول لي عشان تكون سؤال اهم 3 عناصر او 3 اجزاء في السؤال هو الاكسلري فيرب او الفعل المساعد او الهيلبنج فيرب اللي هو is او are، طبعا ممكن احط am بس نادرا ما بنسأل ب am، is او are والسبجكت والفعل فيه I NG. لو بدأت ب is هيبقى السؤال معناه هل واجاوب ب yes or no. لو بدأت بالسؤال بكلمة استفهام هجاوب اجابة كاملة، هقول له is he working today، هل هو بيشتغل النهاردة؟ لو هو شغال النهاردة اقول له yes he is، لو مش شغال هقول له no he isn't. قال لي بدل هي ممكن احط كلمة مين؟ Paul، اقول له is Paul working today، is Paul working today، هل بول بيشتغل النهاردة؟ لو شغال اقول له yes he is، مش شغال هقول له no he isn't. طب ينفع اقول له is working Paul today؟ اقول له no، ما ينفعش في الكويستشن اجيب is والفيرب في ing، لازم اجيب is والسبجكت بعد كده ال ing. لو حبيت اعمل question باستخدام كلمة الاستفهام هجيب كلمة استفهام زي كلمة where وبعدها auxiliary verb زي are، بعد كده subject، بعد كده verb في ing. لو where are they going، اين هم يذهبوا الان؟ في الاجابة اقول له they are going to the club، they are going to the cinema، they are going to the school او school، هم رايحين المدرسة. طيب ممكن بقى بدل they اجيب النون اقول له where are those people going، اين هؤلاء الناس يذهبوا. ينفع اقول له where are going those people؟ طبعا no، ما ينفعش are والing في الكويستشن. طب لو بدأت السؤال بام او is او are وعايز اجابة short answers، اجابات مختصرة، يبقى هبدأ الاجابة يا اما بيس يا اما بنو. yes هيبقى معاها yes I am، yes he is، yes she is، yes it is، والبلورال طبعا اللي هو الجمع اقول له yes we are، yes you are، yes they are. طب النافية هتبقى no، طبعا no am not او مختصرة. طب الاختصارات بتاعت is و are قال لي لها طريقتين، ممكن اقول له no he is not او no he isn't. طب الاشهر اللي هي no he isn't، طبعا مع she ومع it نفس الكلام، ومع we are أو where و you're و there، وطبعا الأشهر اللي هي no we aren't، no you aren't، no they aren't. تعال ناخد أمثلة. بيقول لي are you going now، هل أنت خارج الآن أو هل أنت ذاهب الآن؟ لو أنا خارج أقول له yes I am، لو مش خارج أقول له no I am not. طبعا عندي في السؤال are you في الإجابة هتبقى I am، يبقى are you في الكويستشن I am في الأنسر، are you في الكويستشن I am في الأنسر، are you في السؤال I am في الإجابة. is Paul working today، هل بول بيشتغل النهاردة؟ لو هو شغال هقول له yes he is، لو هو مش شغال هقول له no he isn't. is it raining أو is it raining، هل الدنيا بتمطر دلوقتي؟ لو بتمطر هقول له yes it is، لو مش بتمطر no it isn't. يبقى كده خدنا how to make questions، ازاي تعمل اسئلة في زمن ال present continuous. تمام، تعالى بقى نطبق على الكلام ده. واحنا اتفقنا ان عندي نوعين من الاسئلة، يا اما question اجابته yes or no، يا اما question اوله WH question. فهنبدأ بالاسئلة اللي بيسموها yes or no questions، اللي بدايتها طبعا يا ام يا is يا are، بس معظم الاسئلة بدايتها يا is يا مين يا are، ام دي نادرا ما بتيجي. طب هنا لو بصينا لاول picture عندي التي في اون او التلفزيون شغال، فالست بتقول له هل انت بتتفرج على التلفزيون؟ قال لا no you can turn it off. turn off يعني يطفئ، لانه بيقرأ فين؟ في النيوز بيبر. فعايزة تعمل سؤال اجابته بنو،
يبقى السؤال بتاعه بمين؟ يا ام يا ام يا از يا ار. هنا عندي السبجكت بتاعي مين؟ يو، يبقى اقول له are you watching it؟ are you watching it؟ are you watching it؟ هل انت بتتفرج عليه؟ no you can turn it off. number 2 you go now. الراجل بيسأل الست هل انت خارجة دلوقتي؟ قالت له yes see you tomorrow، اشوفك بكرة. عايز اقول لها هل انت خارجة الان؟ يبقى are you going now؟ are you going now؟ جميل. طيب هنا البنت بتسأل البنت التانية بتقول لها هل الدنيا بتمطر دلوقتي؟ وعندي it rain، اقول له is it raining؟ هل الدنيا بتمطر؟ في الإجابة قالت لي no not at the moment، لا مش في هذه اللحظة، الدنيا مش بتشتي دلوقتي. هنا الراجل والست قاعدين فين؟ في السينما، فبيسألها هل انت مستمتعة بالفيلم؟ قالت له yes it's very funny. يبقى هيسأل بهل. طب يو هتاخد مين؟ are، يبقى are you enjoying the film؟ يبقى are you enjoying the film؟ هل انت مستمتعة بالفيلم الآن؟ قالت له yes it's very funny. طيب that clock work، هل هذه الساعة تعمل؟ الراجل قال له no it's broken، لا ده مكسورة. يبقى هيبدأ بمين؟ that clock كأنها it، يبقى يسأل بمين؟ بإز، يبقى is that clock working؟ is that clock working؟ هل هذه الساعة تعمل؟ هنا الست بتسأل الراجل هل انت منتظر الاتوبيس؟ قال لها لا ده انا منتظر الايه؟ التاكسي عند الباص ايه؟ ستوب. يبقى هتقول له are you waiting for a bus؟ هل انت منتظر مين؟ الاتوبيس. كده عملنا اسئلة ب yes or no questions. هنروح لتاني exercise بيسأل بأسئلة بدايتها question word، كلمة استفهام. عندي what وعندي where وعندي what وعندي why وwhat وwhy. يعني ايه what؟ ماذا، بسأل بيه عن الأشياء. تمام. where أين، بسأل بيه عن المكان. طب why بسأل بيه عن السبب. ومديني some verbs بعض الأفعال اهم عشان استخدمهم. بيقول لي look at the pictures، بص على الصور and complete the questions، وكمل الأسئلة. فنمبر 1 الراجل بيقول للست انت بتقري ايه دلوقت؟ يبقى هي بيتكلم على now، فيقول لها what are you doing او what are you reading؟ what are you reading؟ بتقرأ ايه دلوقت؟ طبعا هو بيتكلم حد قدامه فيقول له السبجكت بتاعي you وهيجي قبله are. هنا الراجل بيسأل الست دي عن الست التالتة دي وطالعة من مكان اسمه ايه؟ exit، مكان الخروج. فهيقول لها اين هي تذهب؟ يبقى هبدأ بمين؟ بوير. وعند السبجكت بتاعي she، يبقى احط قبله is وبعده ing، يبقى where is she going؟ where is she going؟ طب هنا الست بتسأل الراجل انت بتاكل ايه دلوقتي؟ طبعا السبجكت بتاعي يبقى مين؟ you، يبقى what are you eating؟ what are you eating؟ كأنها بتقول له what are you eating now؟ بتاكل ايه دلوقتي؟ طب هنا الأم بتسأل ابنها أنت بتعيط ليه؟ يبقى تسأل بمين؟ بواي. ليه؟ لماذا أنت تبكي الآن؟ يبقى why are you crying؟ ليه أنت بتبكي الآن؟ هنا الراجل والست بيسألوا عن الاتنين دول. الراجل بيسألها بيقول لها هما بيبصوا على إيه؟ يبقى what are they what are they looking at؟ بيبصوا على إيه؟ هنا بيسألهم هو الراجل ده بيضحك على ايه؟ ليه هو بيضحك؟ لماذا؟ يبقى why، يبقى why is he laughing؟ why is he laughing؟ لماذا هو يضحك؟ كده بفضل الله سبحانه وتعالى خدنا تكوين ال present continuous زمن المضارع المستمر، في الافيرميتيف الجملة المثبتة، في النيجاتيف الجملة المنفية، وخدنا كمان yes or no questions، وخدنا WH questions.
تعال نروح ازاي نجاوب بقى على اسئلة بيس اور نو. خدنا ازاي نسأل على اسئلة، ازاي دلوقتي هناخد ازاي نجاوب على الاسئلة. فطبعا هجاوب، طبعا عندي هنا ار معناها هل، وار معناها هل، وار معناها هل، اجاوب بيس اور نو. هنا از وار برضو كل ده معناهم هل. هنا بيقول لي بس هسأل عن حاجات انت بتعملها دلوقتي. هنا بيقول لي are you watching TV، انت بتتفرج على التلفزيون دلوقتي؟ لو بتفرج اقول له yes I am. طب انا مش بتفرج على التلفزيون دلوقتي، يبقى no I am not. are you wearing a watch، are you wearing a watch، هل انت لابس ساعة؟ لو انت لابس ساعة تقول له yes I am. مش لابس ساعة no I am not. طب انا لابس ساعة اهو، يبقى yes I am، يبقى اقول له yes I am. طبعا اتفقنا are you في الكويستشن I am في الانسر، يعني are you في السؤال I am فين في الإجابة. طبعا لو جملة منفية يبقى no I am not. are you eating something، هل انت بتاكل شيء ما دلوقتي؟ لا مش باكل، يبقى no I am not. لو كنت باكل كنت قلت له yes I am. is it او is it raining، هل الدنيا بتمطر؟ لو بصينا بره الشباك الدنيا بتمطرش، يبقى no it isn't. طب لو كانت الدنيا بتمطر هقول له yes it is. يبقى لما بدأنا ب are you قلنا I am، لما بدأنا ب is it قلنا no it isn't أو yes it is. طيب are you sitting on the floor، هل انت قاعد على الأرض؟ يعني قاعد on a chair، يبقى أقول له no I'm not أو no I am not. طب افرض أنا قاعد على الأرض أقول له yes I am. are you feeling well، هل انت بتشعر بصحة جيدة؟ الحمد لله بصحة جيدة، يبقى أقول له yes I am. طب مش بصحة جيدة no I am not. تمام كده الحمد لله خلصنا الشرح. هنروح حاجة مهمة جدا، هنعمل جرامر كويز، امتحان قصير كده على الجرامر في زمن ال present continuous. هروح نمبر 1 I am watching TV، أنا بتفرج على التلفزيون. I أخدت am و ing and my brother وأخويا أبوك بيقرأ الكتاب، يبقى is reading، يبقى my brother he وهي بياخد is والverb في ing. نمبر 2 توماس and patrick، هما الاتنين كأنهم they، plural في الانجليش بيبدأ من اتنين، يبقى they هتاخد are والverb في ing، يبقى توماس and patrick are playing outside in the yard now، يبقى are playing. doing ده هنا سؤال وعايز سؤال ب question word، يبقى اقول له ولقيت ing يبقى اقول له what are you doing، ماذا تفعل الآن؟ في الإجابة I am washing dishes، أنا بغسل الأطباق. هنا طبعا في الإجابة I am، يبقى في السؤال are you. number 4 they eating their dinner، هما بياكلوا العشاء بتاعهم right now الآن. تمام because their food is not hot، يبقى مش بياكلوا العشاء بتاعهم دلوقتي لأن الطعام مش سخن، يبقى أقول له not، يبقى they aren't eating their dinner right now because their food is too hot، لأن الطعام بتاعهم سخن جدا. too hot معناها سخن أكتر من اللازم، مش بياكلوا العشاء بتاعهم دلوقتي، يبقى أقول له aren't eating. يبقى إجابة دي what are you وهنا aren't، يبقى they aren't eating their dinner right now، مش بياكلوا العشاء بتاعهم دلوقتي because their food is too hot، لأن الأكل بتاعهم سخن جدا. اللي بعدها are you studying English now، هل أنت بتذاكر English دلوقتي؟ اتفقنا are you في الكويستشن I am في الانسر، يبقى yes I am. هنا are you doing، عايز اقول له ماذا انت تفعل الان، يبقى what are you doing I am taking a test، انا باخد امتحان دلوقتي. هنا I can't talk to you right now، مش عارف اتكلم معاك دلوقتي because I هتاخد مين am والverb في ing، يبقى I am studying.
he usually goes for a walk. هو عادة بيطلع يتمشى at this time في هذا الوقت. but he for a walk now يبقى لقيت عند but يبقى الجملة منفية، يبقى isn't going for a walk right now. كده خلصنا أول 8 questions. تعالى ناخد آخر 8 question. آخر 8 questions. number 9 it's very noisy. very noisy upstairs يعني الدنيا في ضوضاء كتير في الدور العلوي. what what هيجي بعدها الاكسلري فيرب اللي هو are و they والفيرب في ing يبقى what are they doing بيعملوا ايه دلوقتي. are they working now هل هم بيشتغلوا دلوقتي. are they اقول له no they هنا عندي are يبقى في الاجابه في are او aren't، بس عشان عندي no يبقى aren't يبقى no they aren't. I dinner because we ordered pizza a few minutes ago. احنا طلبنا بيتزا يبقى مش هنعمل العشاء بتاعنا، يبقى I am not making dinner. انا مش هعمل عشاء لان احنا طلبنا عشاء من بره. هنا عايز اقول له right now yes he is. عايز اعمل سؤال، فين اللي بدايته سؤال؟ is he sleeping. طبعا he sleeps دي جملة و he sleeping طبعا ما ينفعش، يبقى اقول له is he sleeping. number 13 what the cat the cat يبقى it، يبقى what is the cat doing over there by that chair. ماذا تفعل تلك القطة بجوار الكرسي. هاخد is. why are we waiting ليه احنا منتظرين. who مين اللي جاي، مين اللي احنا منتظرينه، يبقى who are we. طب we are تنفع؟ لا طبعا في الكويستشن لا، في الانسر تنفع، يبقى who are we waiting for احنا منتظرين مين. is driving the car وفي الإجابة قال لي ديفيد. ديفيد ده اسم إنسان، يبقى أسأل بمين؟ بهو، يبقى who is driving the car. مين اللي بيسوق العربية؟ أقول له ديفيد is driving the car. is your friend sitting down هل صديقك جالس؟ no he isn't، لأن your friend كأنه he و is هتنزل مين؟ isn't عشان مين؟ no. بفضل الله سبحانه وتعالى شرحنا زمن ال present continuous في أول سيشن لينا في كورس الجرامر. يا رب نكون استفدنا. هتوحشوني، هستناكم إن شاء الله في سيشن نمبر 2 هنكمل في كورس الجرامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.